بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي واخواتي، النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض خارج مصر وجوه مصر حبايبي. هنعمل مع بعض الكشري المصري بطريقه حلوه قوي، ولا كشري ابو طارق. فالطريقه حتى البصل من غير ما نحط دقيق ولا نيش ولا اي حاجه، هنحمره وهيبقى مقرمش وزي الفل. ده الزيت هنحط عليه البصل اللي احنا قطعناه طرنشات، ولعنا عليه النار نحمره، نقلب فيه، نحط عليه حبة ملح ونقلبه لحد ما يحمر. هتاكلي احلى كشري. اشتركي في القناة احلى الاكلات ام ادم. حطينا كمية زيت كافية. بعد ما البصلة احمرت، عشان تلاقي البصلة محمصة معاكي ومحمرة، قصدي ما تلزقش معاكي، بصي طلعي كده وفي مصفى مصفى حديد، مش هنخليها اكتر من كده، وتنطريه في المصفى عشان ما يلزقش، وتبقى البصلايه مفروله واحده واحده. ولا حطينا دقيق ولا حطينا نشا، وهتلاقي البصل معايا هتعمل معاكي لاخر طبق الكشري بنفس الحكايه كده. بعد ما طلعته في المصفى الحديد ونطرته، هيفضل لاخر قطعه هيبقى بصي مش هيبقى ملزق خالص. نولع على ميه المكرونه ونسلق مكرونتنا في نفس الحله. نصفي الزيت في طبق، في حله صغيره، وفي نفس الحله دي نسلق فيها المكرونه على ميه على تحمير البصل ده في نفس الحله دي، بس هنصفي الزيت بتاعنا ده كله. بصي البصلايه بتاعت الكشري مقرمشه ازاي، بصي انا ايدي نضيفه، بصي ولا حطينا دقيق ولا حطينا نشا، وطلعت حمرا او طلعت قصدي ناشفه. انا بعمل لك الكشري بتكاته خطوه خطوه. هنعمل قلت لك الزيت اللي حمرنا في البصل هنصفيه في حله تاني لوحده، ونفس الحله دي اللي هنعمل فيها كل حاجه. هنحط ميه المكرونه هنا ونولع عليها، نحط في الميه حبه ملح فقط لا غير، ما تحطيش زيت لان الحله مكانها زيت. هنعمل بقى الصلصه بتاعت الكشري بنفس الزيت اللي قلنا عليه الزيت بتاع البصل اللي احنا حمرنا فيه البصل. نحط فيه بصلايه مقطعه طرنشات. دي صلصه الكشري بالظبط. بص البصلايه قطعتها طرنشات، نقلبها تدخل على التحمير. نكون مجهزين قطعه توم جنبك، راس توم صغيره دقاها او طحناها في الكبه. نقلب كده. بصي انا ما بحبش الكشري البيتي، يعني الكشري بتاع بره دوت بحس ان انا ما باكلوش، يعني برمي فلوسه في الارض وما باكلوش. الكشري البيتي بياكلني وبياكل ولادي، حتى مرات ابني تقول لي الكشري بتاعك يا ماما ليه طعم. فاعملي الطريقه دي هيعجبك قوي قوي قوي. تابعيني بس اول باول، واشتركي لي في القناه، واعملي لي لايك على الكشري بتاعي، وقولي لي حلو او وحش. نقلب لحد ما البصله تحمر، تدخل على التحمير. نكون مجهزين جنبنا الطماطم بتاعتها والتومه اللي انت ضربها في الكبه، اي حاجه. قلبي قلبي. اشتركي معايا في القناه عشان يوصلك مني كل جديد، وهتوصلك حاجات حلوه. بصي الجمال. دخلت على التحمير، نحط التومه بتاعتنا، قلبيها معاها. بحيث التومه برضو ما تتحرقش. نروح حاطين عليهم الطماطم. متخافيش من اي حاجه، خصوصا البنات اللي لسه جداد، العرايس الجداد اللي تقولك انا بخاف مثلا ان انا ادخل المطبخ. لا ادخلي وجربي،
باظت اول مره مش هتعرفي ايه اللي انت عملتيه غلط، هتصلحيه تاني مره. ما تخافيش والله. دخول المطبخ بصي اصبح دلوقتي الاكل اللي بره والله العظيم ما ليه اي فايده، غالي وملوش اي قيمه خالص وتكلفه. طب وليه؟ شوف انت هتعملي اللي بيتك اهو حله كشري والله تغنيكي علبه الكشري اللي بره ولا ليها اي طعم، او طبق الكشري من بره. نحط ايه بقى؟ الطماطم بتاعتنا بسم الله كده تتسبك، نقلبها، نحط الملح بتاعنا، هنكمل بس باقي الطماطم عليها ونسيبها تتسبك مع بعض. ميه المكرونه اهي بتغلي، هنحط فيها المكرونه بتاعتنا والصلصه على عين الايه تتسبك. على حسب المكرونه اللي انت ايه هتستعمليها، بس احلى مكرونه بجد يا حوا يا الملكه. ما تتعامليش مع مكرونه تاني السايبه دي، ما بحبهاش. نقلبها، حطينا في ميه المكرونه قلت ايه الزيت اللي هو كان بتاع البصل في الحله نفسها وحبه ملح، وبنسلق المكرونه. ودي الصلصه بتاعتنا اهي بتتسبك، وتتابعيها وتقلبيها من وقت للتاني، ما تسيبهاش كده اهو. نسلق مكرونتنا ونصفيها. قلنا نفس الحله اللي سلقنا فيها المكرونه وعملنا فيها البصل، بعد ما صفينا المكرونه بتاعتنا ودي الصلصه بتاعتنا اهي اتسبكت. تعرفيها ازاي؟ بصي هتلاقي الزيت بتاعك ايه عايم على ايه بسيط كده على الوش. نحط الزيت بتاعنا اللي احنا حمرنا فيه البصل، خلي برضو حبه عشان لو تعملي شطه وش، مش هتعملي خلاص. هنحط ايه؟ نكون مقطعين بصلايه، بس انا بحب ايه بيدي للكشري طعم. حمري برضو البصلايه. انت عارفه لو كلتي الرز بتاع الكشري ده من غير ما تحطي عليه حاجه هتلاقي طعمه جميل قوي. او لو عطيتيه للاطفال، يعني عندك طفل وعملتي له الطريقه دي، بص زي ما بيقولك البصل حلو قوي للاطفال، ولما تعملوا بيه الاكل على حبه رز على حبه عدس، يعني بيخلي العيل ياكل ويشبع. قلبي البصلايه كده. انا بعلمك يعني بتكته بالظبط، يعني كل حاجه بصي يعني ماشيه معاكي بالبطيء زي ما بيقولوا. قلبي البصلايه لحد ما لونها يصفر معاكي بسيط. بصي البصله هي هتبتدي تصفر. نحط ايه؟ الشعريه بتاعتك. مش عايزه شعريه ما تحطيش. حطينا الشعريه، هنقلب. قلبي قلبي بجد، اعملي الطريقه دي وهيعجبك قوي. ده بقى الكشري ايه زي ما بيقولوا كشري ولا احلى ولا كشري ابو طارق، احلى كمان. اعملي كده وولادك مش هيطلبوه من بره تاني. لك يا ماما اعملي الكشري اللي انت بتعمليه يا ماما. لما تحس الشعريه كده هتبتدي تحمر، نحط التوم بتاعنا. بصي اهي الشعريه، بصي هتبتدي نروح حاطين ايه التومه بتاعتنا. قلبيها. وبعدين نحط بقى ايه الرز والعدس. انا بسوي العدس مع الرز. نجيب الرز بتاعنا، نحط الرز على حسب مقدارك. انا عامله ايه كيلو رز. نحط معاه العدس الجبه. حاولي تجيبي عدس الجبه بلدي نحطه معاه. قلبي. بص بعد ما تسمعي التشويحه دي في الرز مع العدس، تحطي الميه بتاعتك وتحطي الملح نص سمعه. بصي عشان تعرفي مقدار الميه بتاعك قد ايه. بصي لو سبتي معلقتك في النص كده كده محتاجه ايه؟ بصي محتاجه ايه؟ شايفه ايه؟ لسه برضو محتاج حبه ميه. بصي يعني بقيمه ايه
2 قيراط بصباعك كده او عقلتين بصباعك، تحس ان ايه الميه بتاعته انتهت. نحط الملح ونغطيه يستوي. اللي فوق ده البصل اللي انا ايه، زيت البصل اللي كان عايم من فوق ده، اللي هو زيت البصل اللي انا حمرت فيه في الاساس البصل. نغطي بقى الميه بتاعتنا ونخليه يستوي. تعالي بقى نعمل ايه الشط الوش. حطينا الزيت حبه زيت او زيت البصل اللي انت حمرت فيه في الاساس، يجي معلقه توم صغيره، نحط عليها حبه شطه، انا ولادي بيحبوا شطه وش كمان. قلبي قلبيها، تحس ان ايه دخلت معاكي في الايه في التحمير شويه. تروح حاطه صلصه من صلصه الكشري. قلبي، بصي شايفه، قلبي. هتفضلي تعتصي بس معلش، انا عطست كمان عطس كده. ممكن تطشيها بميه، ممكن تطشيها بايه، بالصلصه بتاعت الكشري. ريحه روعه، الريحه بتاعت الشطه دي جميله قوي. نحط بقى ايه معلقه كبشه صلصه، ونحط حبه ميه صغيرين، وقلبي بقى واضرب بقى يا معلم، يغلي وتطفي عليه. الرز بعد ما استوى الريحه بتاعته تجنن بجد. جربي الطريقه دي، هتعمليها ولادك هيقولوا تاني يا ماما. هنغرف ونقدمه مع بعض. حطي بقى البصل بتاعك، حطي البصل. ايه ده يا ام ادم ده؟ ايه ده؟ ولا كشري التحرير ولا كشري ابو طارق. شطه وش يا ناس، بصي عملت ازاي وش، بس ما تكتريش.